السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. لسه الماتش بتاع الإسماعيلي والأهلي خالص مفيش يعني ربع ساعة. طبعا النهاردة يعني اتفرجنا على مباراة مثيرة ومباراة كانت يعني الحظ فيها برضو معافر مع الأهلي، مش عارف ليه. شفنا كرة أحمد عبد القادر اللي كانت في العارضة، وكرة محمد شريف اللي كان انفراد، وبرضه يعني حلفته فيها سوء التوفيق بيشوطها جت في العارضة. مش عارف يعني الموضوع بتاع التوفيق ده، يعني مش عارف، يعني سبحان الله. طبعا قدر الله ما شاء الفعل، يعني يعني الحمد لله ان احنا خرجنا بالفوز. بس يعني الواحد كان حاطط ايده على قلبه بسبب موضوع سوء التوفيق ده، لان يعني المباراة التانية على التوالي برضه يحصل الموضوع بتاع الجوان. يعني المباراة اللي فاتت كنا قلنا ماشي، يعني الفرص بتيجي بس ما بتجيش. المرة دي بقى الفرص جت بس بتيجي في العارضة فاحنا مش عارفين نعمل ايه في الموضوع ده، يعني مش عارفين ايه المشكلة. الفرقة بتاعت طبعا الإسماعيلي زي ما انتوا حضراتكم عارفين، يعني احنا على طول عندنا مشاكل بين الفرق الكبيرة. يعني بتحب على طول ان هي تلعب قدام الأهلي بكل عنف وبكل يعني شدة وبكل يعني زي ما انتوا عارفين. طبعا بتيجي قدام الزمالك بتقلب خروف. الكلام ده كله معروف. شفنا في الاخر باهر المحمدي، يعني معرفش بيتعصب على اللعيبه ليه. انت جال جمهور، عارفين طبعا مناوشات بين الجمهور وبعض، فانت يعني ايه اللي بيدخلك او ايه اللي بيخليك تتناوش مع الجمهور؟ بعد كده رحت تمسك في محمد هاني، يعني حاجات ملهاش اي داعي وملهاش اي لازمه. انت ما يعني مع احترامي ليك ومع احترامي للاسماعيلي ومع احترامي لكل اللي انتوا بتعملوه. يعني انتوا بقالكم اكتر من 3 4 سنين يعني بتعملوا الاسلوب القذر بتاع التعامل مع الاهلي. طول عمركم بتكرهوا الاهلي وبتحابوا للزمالك، ومن ساعه ما انتوا الاهلي بطل ياخد منكم يعني لعيبه وبطل التعاون معاكم، لان يعني لقاكم ان انتوا يعني ما تستاهلوش. فيعني الزمالك ما شاء الله، يعني اللعيبه اللي انتوا بتاخدوهم ما بتاخدوش فلوس وفي الاخر بتنزلوا اهو، لان انتم للاسف الشديد فرقه مش يعني مش بتلعب فير. فرقه بتحب ان هي تسايب للاهلي للزمالك، وفرقه مش فير خالص مع الفرق كلها، يعني خصوصا الاهلي. فاحنا عارفين الكلام ده ومش محتاجين ان احنا نقوله، مش محتاجين ان احنا يعني نبرره. طبعا النهارده يعني اخواتنا الزملكاويه بقى النهارده هيزيطوا في موضوع الجونين. طبعا الجون بتاع النادي الاهلي، يعني اللي هيتكلم وهيقول فيه ان هو اوفسايد او كده، يعني ده انا هعتبره ان هو يعني ما بيفهمش كوره. يعني انا مش هتكلم في الموضوع ده خالص مع حد. اول ما هيقول لي ده اوفسايد هسيبه وامشي، لان يعني ده المدافع بتاع ايريك تراوري، اللي هو ولا ايريك مش عارف اسمه ايريك ايه، بتاع الاسماعيلي، كان واقف على خط المرمى جنب الحارس، وطبعا ده مغطي ب 3 4 متر، يعني فمش محتاج ان هي الكره تتحسب اوفسايد يعني او كده. لا، ده مغطي ب 3 4 متر، يعني الاهلي لو دخل بالكره الجون حتى مش هتتحسب اوفسايد، لان ده كان واقف وساعة لعب الكرة وما لهاش اي خالص يعني ريحة الاوفسايد. الحاجة التانية طبعا بقى الجون بتاع الاسماعيلي. طبعا يعني بغض النظر عن في 3 اوفسايد، طبعا هتقولي مش هيتحسب الاوفسايد لانها جت في لعيب الاهلي الاول. فتمام، انا هبقى معاك ان هي جت في لعيب الاول، بس لما اتعادت اكتر من مره الكره جت في رجل اللاعب، بعد كده جت في ايده، ورد فعل ايد اللاعب في الكره بان في التصوير. يعني لو الكره جت في ايد ما جاتش في ايد اللاعب، ما كانتش ايده عملت كده، اتنطرت لورا كده شويه ودخلت. انما النطرة ايده دي بينت ان هو الكرة جت في ايده ودخلت جون. فالكرة باينة وواضحة زي الشمس، مش محتاجة ان هي كلام، مش محتاجة ان هي يعني يبقى فيها اي حاجة، مش محتاج ان حد يعترض او يقول لك الحكم بيحابي او كلام الفاكسين اللي حضراتكم عارفين. احنا طبعا عارفين
مين بيحابي. شفنا امبارح في الماتش بتاع الزمالك، محمد معروف يعني عمل اللي عليه، وفاولات من جميع انحاء الملعب، وبلانتي، والراجل عمل اللي عليه يعني. فاحنا مش احنا اللي مستنيين ان الحكم ان هو يدينا بيلن ولا يدينا فاول ولا لا يعني الحمد لله الاهلي بيكسب بمجهوده، ولا محتاج ضربة جزاء ولا محتاج اي حاجة في اي حاجة. طبعا النهارده بقى يعني عندنا عتاب جامد جدا على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم من اللعيبه كويسه جدا، بس النهارده يعني كان في حركات استهتار، وكان هيكلف الفرقه يعني كذا مره جون، وما كانش ليها اي داعي يعني الحركات اللي هو كان بيعملها النهارده دي. انت لعيب كبير يا محمد، وما ينفعش ان انت تعمل حركه زي كده في ماتش زي يعني انت بتلعب قدام الاسماعيلي برضو فرقه تقيله. ما ينفعش ان انت تعمل حركات يعني الغريبه دي، والحركات اللي هي بتاعت الاستعراض. يعني المفروض ان انت بتحترم الخصم، والمفروض ان انت بتلعب قدام فرقه كبيره، فالمفروض ان انت تحترم الخصم لحد اخر وقت. يعني فرقه الاسماعيلي جالها كذا مره برضو فرصه، وكانوا هيجيبوا كذا مره جون، بس ما حلفهمش الحظ. فيعني ما ينفعش في ماتش مباراه زي دي ان انت تلعب باعصاب الجماهير وتلعب باعصابنا، وتطلع منك هفوات زي دي. لازم طبعا كولر يتكلم معاه في الموضوع ده، الا اذا كان بقى يعني هيريحوا الماتش الجاي، لان برضو الروتيشن اللي بيعمله كولر لسه ما جاش في حظ محمد عبد المنعم، لسه ما قعدش يعني، المفروض يقعد شويه. فيعني نتمنى ان كولر يقعد برضو محمد عبد المنعم شويه علشان برضو ياخد نفسه. طبعا للاسف في اخر الماتش شفنا خالد عبد الفتاح بيجيله شد في السمانه، فاحنا مش عارفين خالد عبد الفتاح المصابه يعني جامده ولا لا. هنعرف يعني في القريب العاجل. بس يعني روتيشن بيطبقه كولر باحتراف يعني، وبيطبقه كويس جدا. بس يعني يا ريت يعني خالد عبد الفتاح ما لعبش المطوشه اللي هي ممكن يعني تخليه يعمل حاجه زي كده، او تخليه ان هو يتعب او فيعني محتاجين ان يعني خالد عبد الفتاح يبقى اكبر من النديه في المباريات يعني. يعني ما بتلعبش كل مباراه، الراجل بيغيرك مع محمد هاني، الوقت المباراه كله انت مش قادر ان انت تكمل. فدي برضو حاجة عليها علامة استفهام، مستنيين برضو يعني نعرف ايه الدنيا، هل هي إصابة فعلا عضلية ولا ايه اللي حصل بالظبط. لأن الراجل بيقيس اللاعب، وبيقيس الجهد بتاع اللاعب، وبيعرف إذا كان اللاعب خلاص الجهد بتاعه راح أو حاجة، عن طريق الحاجات اللي اللعيبة بتلبسها في إيديها، وبتلبسها الفانيلا اللي بيلبسوها السوداء اللي تحت الهدوم دي. بيعرف يقيس الأحمال البدنية بتاعت اللعيبة. فاول مره من فتره كبيره قوي نلاقي يعني لعيب زي خالد عبد الفتاح يجيله شد عضلي في الملعب. فمستنيين احنا نطمن عليه ان شاء الله، ويا رب يكون سليم يعني. اللي محتاجين ان هو برضه يبقى مع محمد هاني، بحيث ان هو يعني يشيل محمد هاني شويه. طبعا هو يعني في النواحي الدفاعيه 10/10، بس الهجوم لسه عايز يتطور شويه مع يعني خالد عبد الفتاح. كريستو النهارده نزل من الدقيقة حوالي 66. أنا شايف إن هو يعني لعيب كويس وهيجيد، والكرة اللي ممكن إن هو يبصيها لحد يبقى مكانه أحسن، زي الكرة اللي بصاها لحسين الشحات كده. كانت كرة كويسة جدا. محتاج إن هو يخش يعني. أنا شايف إن يعني أحمد عبد القادر النهارده جات له يعني فرص، ويعني المفروض إن هو كان اتك على نفسه اكتر من كده شويه. بس يعني احمد عبد القادر النهارده خذلنا للاسف. مفيش غير الكره اللي في العارضه بس هي اللي عملها. يعني كنت بقول في ماتش فيوتشر يا ريت كان نزل، كان عمل فرق. كان محتاج ان هو حد يفك الطلاسم الدفاعيه اللي كانت عاملاها فيوتشر. بس يعني النهارده للاسف نزل يعني ما جاتش الاجاده الكويسه اللي احنا كنا منتظرينها يعني. طبعا كده احنا ناقص لنا ماتش الاتحاد ان شاء الله، وماتش الزمالك محتاجين منهم 5 نقط. يعني احنا محتاجين ان احنا لازم كده نكسب الماتشين. طبعا الماتش بتاع الاتحاد هيبقى يوم السبت الجاي باذن الله،
واليوم ده هيبقى حافل بالمطوشه، يعني ماتش الاهلي وماتش الزمالك وفيوتشر، والماتش بتاع المنتخبنا القومي للشباب اللي شرفونا ووصلوا للنهائي بتاع كأس الأمم. وشفنا الجون بتاع الأهلي، يعني عمل بطولة جبارة، وما دخلش حمزة علاء، ما دخلش فيه ولا جون لحد دلوقتي. ويعني الأهلي حراسة المرمى فيه مطمئنة، وعندنا يعني 4 حراس مرمى على أعلى مستوى: شناوي، علي جبر، علي سوري علي لطفي، شوبير، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. الأربعة ما شاء الله اللي أحسن من بعض يعني. فيعني حراسة المرمى الواحد مطمئن عليها وحط في بطنه بطيخة صيفي بالنسبة للأهلي. يعني منتظرين بقى النواحي الهجومية تتطور. طبعا يعني شريف برضو بيقابله سوء حظ اهو للمباراة التانية على التوالي، ومفيش خالص بالنسبة له أي حاجة، كرة في العارضة. لسه برضو الحظ مش عايز يحالفه. تاو طبعا النهارده شفنا الهدف بتاعه الجميل. خالد عبد الفتاح يعني الحسنه الوحيده اللي خالد عملها الجون بتاع تاو، وده اللي احنا كنا منتظرين منه يعني. فالراجل بيتطور مره ولا التانيه، بس يعني العرضيات بتاعته محتاجه ان هي تبقى متقنه اكتر، زي يعني كده عرضياته كويسه. فمحتاج ان هو يتطور في موضوع العرضيات ده، يتمرن على عرضيات كتير. غير كده هو مدافع يعني ورا كويس جدا. اليو ديانج برضو النهارده كان محتاج ان هو يبقى مركز اكتر في يعني لعيبه. طبعا يعني احنا مش هنحمل اللعيبه اكتر من يعني من كده، لان اللعيبه برضو حضراتكم عارفين كل 3 ايام بيلعبوا مباراه، فيعني الله يكون في عونهم. الروتيشن مش اللي هو يعني كبير ان كولر يعمله. برضو في ناس اساسيه يعني بيرسي تاو والشحات. كهربا النهارده ريح كهربا وريح الشحات، لعب بيرسي تاو ولعب احمد عبد القادر. بعد كده غير، طلع عبد القادر وطلع قفشه ونزل كريستو ونزل الشحات ونزل محمد فخري. والراجل يعني بيحاول ان هو يعمل روتيشن زي ما بيتكلموا كده، يعني اللي لعب 70 دقيقة يطلع ويلعب مكانه اللي طالع، يعني اللي نازل 20 دقيقة ويكمل ال 70 دقيقة في الماتش اللي بعده. بس يعني الموضوع ده ما بيعملوش كولر مع كل اللعيبة، يعني كريستو ما بيبدأش بيه خالص، لان برضو لسه لاعب يعني جديد على الفرقة. وهو من اسلوبه ان هو ما يطول، يعني ما بيقحمش كده اللاعب مره واحده عشان ما يبوظوش، او ان هو يخليه يتحرق بسرعه. طبعا الحاجه برضو اللي عايزين ننوه ليها، اليوتيوبرز الفظاع والناس الفتايه والناس اللي طلعت، ده برونو سافيو عامل مشاكل، ده برونو سافيو هيعار مش عارف نادي ايه، ده برونو سافيو مش عارف ايه. النهارده الاهلي فاجئنا ان هو بيرجع نادي بوليفار تاني. وطبعا الاهلي يعني نادي كبير ونادي عرف وفاهم موضوع اللعيبه الاجانب، واللعيب اللي هو مش واثق فيه مليون في المية بيجيبوا اعاره، ولو ما نجحش معاه بيرجعه تاني. فالاهلي نجح في ان هو يجيب برونو سافيو اعاره ويرجعه تاني يرده تاني. خسر فيه شويه بس ما خسرش الخساره اللي هي فادحه يعني. بقى سمعنا عن برونو سافيو حاجات كتيرة، وان هو كان سبب في وقف صفقة مهاجم كان هيجي الاهلي اسمه جيزفالتو. فمش عارفين يعني هل الكلام ده صح ولا لا، بس مفيش حاجة طلعت من الموقع الرسمي للنادي الاهلي بتقول حاجة زي كده. كله اجتهادات، وكله ناس بتقول اي كلام علشان المشاهدات. النهارده بعد طبعا فوز امبارح الزمالك على المقاولين 6-1، واعتبروه فوز تاريخي وكأنهم اخدوا كأس العالم، ويعني ما حصلش وحاجة ما حصلتش. عندهم حق طبعا ان هم يعني يفرحوا، لان يعني بقالهم موسم كامل في ضياع، وبقالهم يعني المقاولين بقاله 3-4 سنين بيعلم عليهم. فليهم حق برضو ان هم يفرحوا، بس مش لدرجة ان يطلع ايمن يونس يقول لك اوسوريو احسن من مدرب اجنبي جه خلال 10 سنين.
والكلام العبيط اللي بيطلع منهم ده. ويطلع واحد النهارده بوست كده اللي هو بتاع المختلط، يقول لك على كولر البالونه اللي اسوري هيفرقعها الاسبوع الجاي. فيعني الناس دي انا على يعني الجروب بتاعنا بتاع جمهور الاهلي اطلقت عليهم ان يعني مش هقول عليهم نادي الزمالك تاني، هنقول عليهم عنبر العقلاء. ده يعني اقل شيء، او يعني اكتر حاجه توصفهم، ان الناس دي عدت ال يعني حدود المعقول، وعدت حدود الناس اللي يعني العاقله. انا شايفهم ان هما يعني فيلم اسماعيل ياسين كده، وعنبر العقلاء اللي دخل فيه اسماعيل ياسين وشاف الناس اللي تعبانه في دماغها. بدليل برضو ان المختلف بتاعهم بيقول لك انا هبعت للفيفا والاتحاد الافريقي، اقول لهم ان انا اشترك في دوري الابطال عشان الاهلي كان تالت الدوري ودخل دوري الابطال. فيعني دول ما حدش يعني، ما الواحد ما يتكلمش عليهم غير يقولوا عنبر عقلاء. يا كابتن موسيقار يا مختل، الاهلي دخل دوري الابطال علشان دوري الابطال كان اتاجل بسبب الكورونا، ولعبنا 2 دوري ابطال في نفس السنه. فالاتحاد الافريقي قال لازم اشغل دوري الابطال ولازم يتلعب. فادوني الفرق اللي هي هتشترك في دوري الابطال. فطبعا احنا كنا لسه يعني الدور الاول خالص، فاتحاد الكوره اعتمد نتائج الدور الاول، فكان الاهلي الاول وبيراميدز الثاني وانتوا الثالث. فيعني احنا ما يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام عبيط وكلام واحد ما بيفهمش. يعني كفايه ان انت موسيقار ما بتفهمش في القانون، يعني كمان ما تفهمش في الكوره دي نصيبه سودا. فيعني كفايه بقى يعني كسفه، وكفايه قله قيمه، وكفايه الكلام اللي انت يعني عديت بيه الجمهور. والصراحه ما بقتش يعني الصراحه ما بقتش اسمع للناس جماهير الزمالك خالص، لان اتعادوا منه وبقوا يعني عنبر عقلاء زيه خالص. وتسمعهم كانك بتسمعه، يعني انت بتسمع تحليلات وبتسمع منهم كلام كانك بتسمعه بالظبط، وكانك ومصدقينه وكانه اله والهوه شويه وهيألهوه، يعني شويه هيخلوه نبي وهيألهوه بسبب اللي هو بيعمله، وبسبب الكوارث اللي هو بيعملها. وهم مبسوطين بكده وحاسين ان هو يعني يعني بيساعدهم، وان هو يعني نبي كده ربنا جابه علشان يطلعهم من الاضطهاد اللي هم فيه، ويطلعهم من الظلم اللي هم فيه. فالكلام ده كله هبل، والكلام ده كله يعني ملوش اي لازمه. لازم الناس العاقله، في ناس عاقله كتيره في جماهير وناس لعبت في نادي الزمالك، امثال الكابتن حسن شحاته، كابتن هشام يكن، كابتن ايمن منصور. الناس دي محترمه وبتطلع تقول كلام محترم، وعارفين مين اللي خارب النادي، وعارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. الناس دي مش نايمه على ودانها، الناس دي فاهمه كويس. لو الراجل ده محترم، ولو الفرقه دي محترمه، ولو المنظومه اللي حواليه محترمه، ما كانوش فرطوا في ناس زي حسن شحاته وهشام يكن. يعني الناس دي ناس بتفهم، ناس لعبت كوره وناس فهمت كوره. بيروح يدور لي على بندق خالد الغندور اللي ما يفهمش اي حاجه في البطيخ خالص، ملوش اي علاقه، ولا درب ولا عمل اي حاجه ولا بتاع، مجرد ان هو لعب شويه كوره وخلاص، وما خدش بطولتين على بعض مع الزمالك. بيروح يدور لي على ميزو احمد حسام ميدو، ملوش اي اساس خالص في اي حاجه. درب له شويه كده واخد له دورتين بره، وعايز يبقى في لجنه كوره، وعايز يعمل. انت الفرق اللي انت يا ابني دربتها نزلت بيها درجه تانية. وادي دجله نزلت بيه درجه تانية، الاسماعيلي مسكته كنت هتنزل بيه درجه تانية، وكنت بتدرب الاسماعيلي الصبح وبالليل تطلع تشتم اللعيبه في الريمونتادا بتاعتك. فيعني انت ابعد خالص عن الزمالك، خلي الزمالك يفوق. يعني احنا برضو عايزين الزمالك يفوق ويرجع عشان ينافس. يعني الناس المحترمه والناس اللي بتفهم بتقول لك مفيش حاجه اسمها قطبي الكره المصريه. انهي قطب ده؟ القطب ده يتقال على فرقه كبيره، انما انتوا فين؟ يعني انتوا بتنافسوا على ايه؟ انتوا ما بتنافسوش على حاجه خالص السنه دي. السنتين اللي فاتوا اخدتوا 2 دوري بالحكام، وعارفين الشغلانه بتاعت الحكام، وعارفين ال50 بلانتي اللي كنتوا بتاخدوهم كل سنه.
والحوارات بتاعت البلانتيات خدتهم كده بالحرام وبالبلانتيات، انما غير كده لعب انتوا ما بتعرفوش تلعبوا. امبارح اول تلت ساعه مش عارفين تجيبوا جون لحد ما معروف اداكوا البلا، ما احنا عارفين اللي فيها. اه ماشي بيلان وكل حاجه والراجل حمار بتاع المقاولين وشد اللعيب وكل حاجه، بس انتوا كده، انتوا لما جالكوش البلان انقذكم ما بتعملوش حاجه. فيعني الحمد لله يعني خلينا في النادي بتاعنا النادي الاهلي. انا ما بحبش ان انا اتكلم كتير في المواضيع دي، بس يعني البوستات النهارده استفزتني جدا بتاعه الزمالك، وجايين بيكلموا على واحد واخد دوري ابطال افريقيا وواخد سوبر واخد سوبر مصري واخد كاس مصر، بيقارنوه بواحد لسه ما خدش اي حاجه، وبيقول لك البالونه الكولر اللي هو بالونه هيفرقعها اسوريو الاسبوع. لما نشوف، لما نشوف مستنيين الاسبوع الجاي لما نشوف هتعملوا ايه. يعني لما نشوفكم هتعملوا ايه وبالونه اسوريو دي يعني مين هيفرقع التاني ومين اللي هيخلي التاني بالونه. فلما نشوف يعني ان شاء الله هنتقابل مع حضراتكم في حلقة جديدة ان شاء الله يوم السبت الجاي بعد مباراة الاتحاد. ان شاء الله الاهلي هيلعب المباراة دي يوم السبت. يعني ما تنسوش تتابعوني وما تنسوش اللايك والشير، ومعلش طولت على حضراتكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.